تجميل الانف بالفيلر او تجميل الانف الغير جراحي، يا ترى ايه هي المزايا وايه العيوب بتاعه تجميل الانف بالفيلر؟ مزايا تجميل الانف بالفيلر هو ببساطه ان هي تقنيه بسيطه جدا بتحصل خلال دقائق في العياده. دي تعتبر اهم ميزه فيها، ولكن العيوب بتاعتها بتكون اولا ان الفيلر بيكبر المناخير، و90% من الحالات اللي بتكون محتاجه تعمل تجميل انف بتكون حريصه ان هي تصغر الانف. الفيلر بيكبر المناخير، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الفيلر هنحتاج نكرره كل 6 شهور او سنه. مع تكرار حقن الفيلر اكتر من مرتين او 3 مرات بيبدا يحصل فيه كرمشه في الجلد، فده بتكون من العيوب الخطيره في الفيلر. عشان كده دايما بننصح لو هتعملي فيلر مش قبل 50 سنه كمان في السن، انما الشباب طبعا ما بيبقاش مناسب ليهم ان يكون في كرمشه في الجلد. كمان الفيلر مش بيقدر يعالج المشاكل الخاصه بالتنفس في الانف غير عمليه تجميل الانف اللي تقدر تعالج المشاكل الخاصه بالشكل والتنفس في نفس الوقت. ده معناه ان الفيلر هيكون اختيار مناسب للحالات فقط اللي عندها حفره بسيطه في الانف نقدر نحقنها بالفيلر او نملاها بالفيلر عشان نحل المشكله، انما باقي الحالات مش هيكون مناسب ليها للاسف.